السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين ومع تفريزات رمضان مكملين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم آمين يا رب العالمين. هنخزن اليوم عصير برتقان طبيعي بيور، يعني هنحتاجه في رمضان، وسفرة رمضان مش هتخلى من عصير البرتقان او اي عصير. كل سنة وانتم طيبين. الكمية بقى اللي انت هتحتاجيها، انا معايا هنا كمية كبيرة، يعني حوالي 6 كيلو او 7 كيلو. انا هضيف عليهم كيلو من الجزر بس. انت عايزة تضيفي اكتر مفيش مشكلة، ما انتش عايزة تضيفي جزر خلاص استبعديه. احنا بس بنضيف الجزر دوت علشان يعزز اللون مش اكتر ولا اقل. انما لو انت عايزة تسيبي البرتقان بتاعك زي ما هو على لونه وعلى طعمه مفيش مشكلة. كل سنة وانتم طيبين. هبدأ بقى أقشر الجزر بتاعي كده وبالقشارة، وهقشره خالص، هتخلص من القشرة الخارجية. وبعد ما قشرته معايا هنا هو، بسم الله ما شاء الله لونه جميل، والبرتقان معايا برضو حلو. انت عايزة تخزني بقى برتقان بسرعة، عايزة تخزني برتقان اللي هو المالح او اللي هو عايزة برضو تعملي عصاير من الاستفندي. انا بعمله برضو، وفي ناس كتير بتعمله، بيبقى عصير حلو او طعمه جميل. وبتضيفيه برضو على اي عصاير تانية لو انت عايزة تعملي منه كوكتيل، بيبقى حلو معاكي ومركز. والعصير بتاعنا اليوم احنا مش هنضيف له اي مية خالص، هو عصير البرتقان بس مع الجزر. همسك الجزر بتاعي كده بعد ما غسلته كويس وقشرته، هبدأ اقطعه كده بقى القطع مش سميكة، اقطعه قطع رفيعة علشان يعني اسرع من عملية التسوية وما ياخدش وقت كتير على البوتاجاز. تمام، هخلصه كله كده معايا. خلصته اللهم بارك. الجزرة مسكرة ما شاء الله، يعني تحس كده ان هي جزرة كده مصحصحة مش مكتومة. هاخدها بقى على الحلة وهرفعها على البوتاجاز. طبعا انا قبل ما ابدأ في البرتقان او اغسله، كنت بعد ما غسلته نقعته في خل ونقعته في ميه. انا على طول اصلا عامه في الخضار او في الفواكه لازم انقعها في خل وانقعها في ميه، عشان اتخلص من اي حاجه علقه على القشور بتاعتها او على اي حاجه في الثمره بتاعه الفاكهه او الخضار. هنا بقى رفعت الجزر على البوتاجاز، وضفت له كوبايه ميه واحده بس عشان يستوى فيه كده، وهديت عليه البوتاجاز عشان يستوى. هنا هدخل بقى اقشر على البرتقان. لا اما هتقشريه بالطريقه ديت، لا اما هتقشريه بالطريقه اللي هي المعتاده بتاعتنا، اللي احنا هنقشرها بالسكينه على طول وخلاص. تمام كده. هتقشري بقى البرتقان معاك الكمية كلها والكمية اللي انت هتحتاجيها، واستغلي بقى موسم البرتقان. كل سنة وانتوا طيبين. ومش هقولك ان هو رخيص، عامة ما عادش فيه حاجة رخيصة، الله المستعان وربنا يلطف بينا جميعا. بس هو لازم ان هيبقى في عصير في رمضان، وما احناش هنستغنى على العصاير، ومش هنبطل اكل. يعني احنا مش هناكل حتى لو الحاجة غليت، على قدر المستطاع هنجيب. ومش ضروري تجيبي كمية كبيرة من البرتقان، هاتي كمية صغيرة. وغيره برضو جيبوا من اي فاكهة تانية كيلو، كيلو من ده وكيلو من ده. المهم انك انت تجمعي اي عصاير لرمضان، لان شهر رمضان يعني احنا مش عايزين بقى، لان هو شهر فضيل، شهر للقرآن وللعبادة. ما هوش شهر اكل ان احنا نفضل واقفين في المطبخ طول النهار. لا، انتي تعملي حاجة بحاجة كده قبل رمضان، علشان يبقى قدامك فرصة انك تصلي، انك تشوفي فروضك، انك تشوفي نوافلك. يعني ربنا يتقبل مننا ويتقبل منكم جميعا يا رب العالمين. صلوا على النبي يا حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتغفر بها الذنوب وتخفي بها العيوب وتقضي بها حوائج الدنيا كلها يا أرحم الراحمين. هتتخلصي بقى من القشرة البيضة كلها اللي في البرتقانة، لأن ديت بتسبب مرارة في العصير أو في المربى أو في أي حاجة. وهنا القشر اللي معايا دوت احنا مش هنرميه، انا هنستغله في حاجة تانية خالص انت بتستخدميها كل يوم ومطبخك ما بيستغناش عنها. هنعمل بالصابون السائل، هنزله لكم في فيديو ان شاء الله عن قريب. هنا البرتقان بحوش كل القشرة كده البيضة اللي فيها، وبحاول اقطعه. يعني لو انت حاولت تقطعي كده القطع صغيرة يعني على قد ما تقدري. بشيل برضو القشرة البيضة كده، اتخلص منها خالص، واقطع البرتقان اللي معايا ده مشكل فيه بسرة، وفيه هنا اللي هو البرتقان اللي هو بيقولوا عليه اللي هو السكري، اللي هو بيبقى فيه بذر ده.
حاولي بقى تقطعي كده القطع صغيرة خالص علشان يحاول ينزل العصارة بتاعته بسرعة وما يغيبش معاكي في انك انتي تركنيه في السكر بتاعه. يعني انت ممكن تعمليه من بالليل، تقشريه وتقطعيه وتضيفي له السكر بتاعه وتنقعيه من بالليل مع نفسه كده بدون اي اضافة اي مية، وتسيبيه لغاية ما ينزل السوائل بتاعته. هنا كده في بعض برتقانة كده فيها بذر، فبحاول اشيله برضو علشان ما يمررش معايا البرتقان، وبرضو بتخلص من القشرة البيضة. فزي ما قلت لحضراتكم، انت ممكن تعمليه من بالليل وتسيبيه منقوع في السكر، هو ينزل السوائل بتاعته كلها. بس انا بصراحة يعني كنت عايزة اشتري وقت فما سبتهوش من بالليل، فانا كده قطعت البرتقان وضفت له السكر وانا فضلت اقلب فيه. يعني انت لو قلبت فيه ده يعني تركايه كده حلوه اقولك عليها وتدعي لي عليها، انك انت لما تقعدي تقلبي فيه كل شويه هينزل السوائل بتاعته معاكي بكل سهوله. انا بقى هنا نزلت ب3 كوبايات من السكر للكميه اللي معايا. انا خدتها كده بالويم كده وبالنظر، وحسيت ان هي كميه كافيه قوي ان انا اضيف 3 كوبايات سكر بس. انت عايزه تضيفي اكتر ضيفي براحتك، عايزه تضيفي اقل برضو براحتك. راعي ان هو عصير مركز وان احنا لسه هنخففه في ميه، ولو انت عايزه تزودي له سكر برضو زوديله وقت ما هتشربيه. تمام. شوفي انا لسه بس بقلب فيه كام تقليبه كده، نزل العصاره بتاعته كلها والسوائل بتاعته كلها نزلت اهو، شايفين؟ اللهم بارك. جبت انا هرست الفول بقى وهرست البطاطس دي واستعنت بيها وقعدت اضغط بيها كده. شوفي كل ما هتضغطي كل ما هتنزلي العصاره بتاعتها، علشان الالياف بتاع البرتقانه ما تبقاش يعني قويه معاكي قوي وانت بتضربيها في الخلاط او بتضربيها بالهاند بلندر. تمام. علشان ما نضيفش اي ميه خالص خارجيه، نسيبه كده البرتقان بالعصاره بتاعته. هتقلبي كده وهتنزلي برضو بالهراسة، تفضلي تضغطي 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 كده. معلش هو مش هياخد منك وقت والله، هو يعني يعتبر 5 دقايق اللي انا ضغطته او اقل كمان. هقلبه بقى بالسباتولا كده من فوق لتحت. شايفين العصارة؟ كل العصارة نزلت اهي. وبشوف برضو كده لو اي بذرة او اي حاجة اتخلص منها. تمام كده. يبقى انا كده نزلت 3 كوبايات للكمية اللي كانت معايا. انا لسه هنا ما ضفتش الجزر لسه على البوتاجاز بيتسلق. شوف اللون بتاعه، لو انت عايزه تكتفي باللون بتاعه كده وما تضيفيش له جزر، حلو او جميل. هجيب الهاند بلندر بتاعي بقى. انت برضو ما ترتبطيش نفسك على الهاند بلندر، عندك الخلاط اضربي فيه، هو فيه سوائل اهوت وكويس. بس انا يعني ايه، يعني جبت الهاند بلندر وضربت بيه شويه وبرضو في الاخر استعينت بالخلاط. فضلت اضرب شويه كده بالهاند بلندر في العصير بتاع البرتقال لحد ما نعمته شويه. تمام كده. وبعد بقى ما ضربته شويه نزلت بالجزر بتاعي. هي كميه صغيره مش كبيره، احنا بسم الله ما شاء الله لون البرتقال عامه مش محتاج، بس انا عايزه اعزز اللون شويه. ونزلت بالجزر. انا كده لسه منزلاه، حتى لو تلاحظي لسه الدخانه بتاعته طالعه منه. انا ما كنتش مكتره له ميه، هي كان يدوبك يعني نص كوبايه ميه، فهو ما كانش فيه سوائل خالص، فهو ناشف كده. انا منزلاه من على البوتاجاز ناشف كده. برضو هعيد عليه كده ضربه بالهاند بلندر. شايفين بدأ اللون يتغير معايا ازاي؟ هو ده بقى اللون اللي احنا عايزينه، هو اللون ده المغري بقى اللي احنا عايزينه. بسم الله ما شاء الله. شايفين اللون جميل ازاي؟ انا كنت رفعته للخلاط وضربته شويه، وجبت بقى انا المصفى ديت كده، العيون بتاعتها بتبقى كده ضيقه، فبتنزل لي العصير ناعم خالص. بس غاب معايا بصراحه، يعني غاب يعني طولي بالك عليه. ولما هبطت من المصفى التانية رحت جايبه المصفى دي. هي عامه برضو ما هياش العيون بتاعتها مش واسعه كده. بعد ما خلصت الكميه كلها بتاعتي، اللهم بارك، كميه حلوه ازاي ما شاء الله، والعصير تقيل. هنا بقى جبت العلب بتاعتي اللي انا هخزن فيها. انا ما بفضلش الازاز، علشان لو انت عندك الفريزر بتاعك يعني ما هواش اللي هو الديب فريزر اللي هو المبرد اللي هو بخار، ممكن لو الفريزر التاني اللي هو العادي اللي بيتلج وبيبقى فيه تلج ده ممكن يفرقع لك الازاز.
فانا ما بفضلش الازاز، فانا جايبه كده اللي هو الازايز البلاستيك، اللي هو البلاستيك المعالج الحلو، ما هواش يعني بلاستيك اي كلام. وعملت كده كل علبة منهم واخدة او كل ازازة منهم واخدة يجي رتل ونص كده او 2 رتل الا ربع. فانا كنت جايبة الكيس كده اللي هخزن فيه، وجبت المج وحطيت الكيس فيه وحطيت العصير، فما ظبطش معايا بصراحة. فروحت جايبة انا المج كده، لان بولت الشوربه كانت واسعه فما كانتش واخده الكيس، فجبت انا المج كده ورحت حاطه فيه الكيس ومعبيه الاكياس بتاعتي. كده معايا الكميه ادت معايا 6 اكياس، وكياس مليانه ما شاء الله. وعندي هنا ازازتين كبار اهوت مليانين ما شاء الله، كمية حلوة أوي ووفيرة معاكي هتكفيكي طول شهر رمضان. وراعي ان الكيس هتخففيه، يعني الكيس ده ممكن يعمل لك 2 دورق لو خفيف شوية، او لو انت عايزاه تقيل هيبقى معاه يعمل معاكي دورق ونص من العصير، يكفي عيلة كاملة. كل سنة وانتوا طيبين. اتمنى تجربوا بقى الفيديو الجميل ده، يا رب يكون الفيديو خفيف ولطيف على قلوبكم، واتمنى تجربوا الوصفة وتقولوا لي في تعليقاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.